ايه بتفكر تستسلم وتأجل السنة؟ بتفكر تقسم السنة على 2؟ هو انت كل ما هتيجي تذاكر وتحس انك مزنوق هتفكر انك تأجل؟ كل ما تظهر لك مشكلة هتختلق اعذار لنفسك وتبدأ تتمارض وتفكر انك تأجل؟ انا مش ضد انك تأجل على فكرة وتقسم السنة، ولا بحبط اللي أجله خلاص. ناس كتير بيقسموا ويجيبوا مجموع ويدخلوا الكليات اللي عاوزينها عادي، بس برضه ناس اكتر منهم وبكتير بيدخلوا الكليات اللي عاوزينها من اول سنة. لو عاوز تأجل أجل، بس لو ظروفك تستدعي كده فعلا. التأجيل وقسمة السنة للناس اللي عندهم ظروف تمنعهم. التأجيل مش للضعفاء واللي بيستسلموا من اول مشكله تقابلهم ويهربوا. فكر كده معايا اللحظه، هو الناس اللي بتاخد السنه في سنه ويرتبوا ويجيبوا اعلى الدرجات افضل منك في ايه؟ انت مش اقل منهم على فكره. هو انت مفكر ان طريقك مفروش بالورود؟ اتعب كده كده هتتعب، بس ممكن تتعب فتره وبعدها ترتاح. حتى لو ما وصلتش للي انت عاوزه هترتاح برضه، عشان هيكون عندك رضا بانك ما قصرتش وعملت كل اللي عليك. وممكن تتعب طول حياتك من بس احساس انك قصرت وما عملتش اللي عليك. واختار انهي تعب انت عاوز تتعبه. انت مفكر ان لو اجلت هترتاح؟ لا، انا بقول لك هتتعب. فتعب بتعب وواجه وخلص السنه واجتهد واعمل اللي عليك وما تهربش وما تستسلمش. بص، انا مش هطول عليك، بس هكلمك عن خبره واحتكاك مع اكتر من حد اجل وقسم السنه. وطبعا في نهايه كلامي انا بعممش، بس بتكلم عن الاغلب. لو انت عايز تاجل عشان شايف انك مضغوط وعايز تخف الضغط ده من عليك، فانت السنه الجايه هتحس بنفس الضغط والتراكم اللي اجلت عشانه ومش هترتاح. لان عاده البني ادم لو حس انه مرتاح بيريح ويسيب نفسه خالص لحد برضه ما ينضغط. بس ضيف عليها ساعتها ان مش بس هتكون ما خفتش الضغط من عليك ولا حاجه، ده بقى الضغط اكبر كمان. بقى في حاجه اسمها العامل النفسي. عامل نفسي عشان السنه اللي اجلتها وعشان زمايلك اللي سبقوك بسنه دراسيه. خلاصه الكلام، القرار قرارك انت. لو عندك ظروف قهريه تخليك تاجل فتمام، انما لو التاجيل عشان الراحه فده هروب واستسلام. انا بقول لك مش هترتاح، وتراكمات المواد هتبقى هي وزي ما قلت لك كمان ضيف عامل الضغط النفسي. واعتقد ان انت اولى بالسنه دي من عمرك تتخرج بدري وتعمل كارير لنفسك وتنجز حاجات في حياتك. السنه الواحده بتفرق على فكره، وفي النهايه انت سيد قرارك. ولو كنت اخترت انك تاجل من قبل ما تسمع الفيديو ده فخلاص، خلي عندك ثقه في قرارك وما تبصش وراك وفكر في اللي جاي.